اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده الفيديو مهم جدا لاي حد عاوز يعرف اسرار وخفايا عن الراوتر المنزلي اللي عندك ايا كان الراوتر ده. طبعا شكل الراوتر الاعتيادي اللي عند اي حد، لكن في راوترات مختلفه. ايا كان الراوتر اللي عندك هيسري عليه نفس اللي احنا هنقوله النهارده. فاي راوتر معاك فيه اسرار وخفايا انت لازم تكون عارفها، عشان مش كل شويه تتصل بالكول سنتر وتلجأ لده وتلجأ لده. اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زر الجرس، عشان النهارده هنعرف حاجات مهمه جدا عن الراوتر ده، ازاي ندخل عليه. يلا بينا. النهارده انا جايين نتكلم عن اسرار وخفايا الراوتر الواي فاي اللي عندك في البيت. عشان نعرف الاسرار والخفايا من غير اي رغي كتير ندخل على جوجل واكتب 192.168.1.1 زي ما انتوا شايف كده، وتدوس على اول اختيار هيظهر لك في جوجل. هيقول لك ادمن، هتدوس على ادمن هيظهر لك هنا اليوزر والباسورد. اليوزر والباسورد بقى انت هتجيبهم منين؟ هتجيبهم ببساطة من ظهر الراوتر. هتدخل اليوزر اللي هو ادمن في الغالب، والباسورد على حسب الباسورد الموجود، وتعمل لوجن. هنا كده دي الانترفيس، او انت كده دخلت على الراوتر بتاعك. طيب احنا بقى عايزين نعرف ايه الاسرار والخفايا بتاعة الجهاز الراوتر بتاعنا ده. اول حاجة بتلاقيها قدامك يقول لك كونكتد واللان ديفايس 5، يعني دلوقتي في 5 اجهزة متصلين على الراوتر بتاعك. لو في اكتر من 5، لو انت مثلا عندك فعلا 5 اجهزة تمام، لكن لو في 6 يبقى انت تعرف كده ان انت في حد كده سارق الايه، الباسورد بتاعك. حلو جدا. طيب نعمل ايه بقى يا شباب؟ اول حاجة ندخل على الانترنت كده، وبيظهر لك الحاجات اللطيفة دي. انا بقى مش عاوزك تلعب في اي حاجة، يعني الحاجات دي مش عايزك تدخل جوه تلعب اي لعب في اي حاجة انت مش فاهمها، هتلاقي الدنيا باظت معاك. فما تلعبش في حاجة غير اللي انا اقول لك عليه. تمام؟ طيب تدخل على هوم نتورك. هوم نتورك دي بتقول لك ايه بقى؟ بتوضح لك اسم الاجهزة، اسامي الاجهزة بالظبط اللي عندك. فلو في جهاز انت شاكك ان هو مش بتاعك، تعمل له من هنا ديليت على طول وشكرا، هو كده بره. الاجهزه المنوره دي، الاجهزه اللي طافيه دي، هي كانت اجهزه كانت بتكونكت على الراوتر بتاعك ودلوقتي ما بقتش موجوده، لكن اللي موجود دلوقتي هو الاجهزه دي. تمام؟ طيب حلو جدا. فكده احنا عرفنا الاجهزه اللي عندنا المتصله بالجهاز بتاعنا. لو دخلنا بقى على الوين لان سيتنج، تدخل كده على الوين لان سيتنج، هنا بيوضح لك، هنا الحته دي بيوضح لك الراوتر بتاعك شغال بانهي جيجا هرتز. في راوتر هنا بتلاقي هنا في 5G و 2.4. طبعا انت لو 5G شوف انت حابب ايه يعني، بس انا بفضل، لان احنا هنا في مصر ما عندناش لسه ال 5G، وال 5G ما بتكونش يعني لو انت اخترتها مش هتستفاد منها، لا بالعكس ممكن تقطع معاك شويه في بعض اللابتوب يحصل فيها مشكله، فهتختار انت ال 2.4. فانا بوضح لك انت هنا على انهي شبكه بالظبط. طيب لو دخلنا هنا بقى مهمة جدا، الاختيار ده مهم جدا. ليه؟ هنا بقى بتختار اسم، لو انت بقى عاوز تغير اسم الشبكة بتاعتك. يعني انا اسم الشبكة بتاعتي عامله الرمز ده. تمام؟ طب انا عايز اكتب هنا اي حاجة، عايز اكتب روجيه، اي حاجة. هنا مثلا هكتب روجيه تك. لو عملت كده انا كده غيرت اسم الشبكة. فانت لو عايز تغير اسم الشبكة بتروح كاتب هنا كده الاسم اللي انت عايزه وتعمل سيف. لما بيعمل كده بتحصل ايه؟ على طول بتلاقي كل الواي فاي اللي عندك في البيت فصل، لان انت خلاص انت كده الشبكة بقت اسم مختلف. طيب حلو جدا. لكن انا طبعا مش هعمل كده، انا هرجع لقواعدي سالما. انا مش هعمل اي حاجة من اللي انا كنت بعمله ده، خلينا زي ما احنا. حلو جدا. طيب هنا بيقول لك الماكسيمم كلاينت، يعني ايه بقى؟ اكتر عدد من الاجهزه يشتغل على الراوتر ده. انا عامل 32 اللي هو الماكسيمم. لكن يعني في ناس انت ممكن تحدد، يعني ممكن تخلي هنا تخليه مثلا 10 اجهزه، 5 اجهزه، بحيث ان هو لو عدى اكتر من كده مش هيكونكت اصلا حتى لو عارف الباسورد. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا بنغير الاسم منين. طيب انا عاوز اغير الباسورد بتاعي، اهو يا باشا، ده الباسورد بتاعك. هنا لو دوست هنا هيعمل لك شو باسورد،
او اظهار للرقم السري، وهوب هيظهر لك هنا غير الباسورد بتاعك واعمل سيف. طب انت عاوز تخلي الشبكة بتاعتك مخفية، هتختار الاختيار ده اللي انا عامل عليه علامة صح. لما يجي اي حد يعمل سيرش على الواي فاي مش هيظهر له اصلا. طب انت بتدخله ازاي؟ بتدخله مانيوال. لو انت مش عارف ممكن نبقى نعمل لها فيديو بعد كده. تمام. احد الطرق بقى السهله جدا لتغيير الاسم والباسورد، لما بتدخل تدوس على الهوم كده بيظهر لك السيت اب واللان، بتدخل على السيت اب واللان بيظهر لك اسم الشبكه والباسورد. ممكن تغير الباسورد اول ما بتعمل سيف، خلاص حضرتك كده غيرت الاسم الباسورد وخلاص على كده. انت ممكن تعمل وين لان اوف اصلا. يعني ايه بقى؟ الاختيار ده بيطفي الواي فاي. هتقول لي طب انا هستفاد ايه؟ هقول لك في ناس مش عايزه تشغل الواي فاي اصلا، عايزه تشغل بالسلك بالايثرنت العادي، هي عايزه تفصل واي فاي، تعمل الاختيار ده. فدي حاجات بسيطه جدا لازم تكون عارفها عشان تقدر ان انت تتعامل مع الراوتر بتاعك وتكون فاهم تقدر تعمل ايه امتى. وفي نهايه الفيديو اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس. ولو احتجت اي سؤال ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. اكتب لي بس تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو جاي. تحياتي ليكم.